السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. صلوا على النبي يا حبايبي، عشان بالصلاة على النبي تطمئن قلوبنا. قصة النهاردة من آية بحتة بتقول: هما بنتين وهي الأخت الأكبر. آية الأخت الأكبر، وعلى فكرة يا قلت أقول على اسمها. آية الأخت الأكبر، أختها الصغيرة مخطوبة أو اتخطبت، بس للأسف اللي اتخطبت له أختها. الشاب اللي خطب أختها، أخت آية كانت بتحبه. آية كانت بتحبه من قبل ما يخطب أختها، وما كانش تعرف طبعا ان هو يتقدم لأختها، ولا كانت تعرف اصلا ان هو يتقدم لها حتى هي كمان، يعني ولا هي ولا أختها. هو الموضوع يعني جه بالصدفة ان هو حب أختها الصغيرة اللي أصغر منها، أو أعجب بيها كده يعني. وهو يبقى من جيرانها، يعني ابن الجيران يعتبر، أو ساكن في الشارع اللي هم ساكنين فيه. فآية كانت معجبة بيه أو كانت بتحبه من قبل ما يروح يخطب أختها. ماشي. آية بحتة بتقول: اتفاجئت إن هو كلم باباها وطلب إيد أختها اللي أصغر منها. بتقول: فرحت لأختي، مع إن أختها ما كانتش موافقة، كانت رافضة إن هي تتخطب له. قالت مش بحبه، قالت لباباها ومامتها مش بحبه، وكانت رافضة. طبعا مامتها وباباها أقنعوها إن هو شاب كويس، مخلص جامعة، شاب كويس، حالته المادية كويسة، أهله ناس مبسوطة، يعني حالتهم المادية كويسة جدا. فمن هنا أمها أقنعتها. هي بتقول من هنا ماما أقنعتها إن انت هتتجوزي جوازة مرتاحة، مش هتتعبي في حاجة، أي حاجة تطلبيها هتكون موجودة، مش هتشيلي هم أي حاجة. من هنا أختي وافقت على العريس اللي أنا كنت بحبه، وأنا أصلا مش على باله. يعني آية بحتة بتقول، اللي هي صاحبة القصة، بتقول أنا أصلا مش على باله، يعني هي مش على بال العريس اللي اتقدم لأختها، يعني كان حبه من طرف واحد. هي بتقول أختها الصغيرة على قدر شوية من الجمال، يعني أحلى منها. هي بتقول أحلى مني في الجمال، هي أحلى مني. يا صاحبة القصة بتقول هو حب أختي، وأنا فرحت لأختي، قلت ربنا يوفقها، بس محدش كان يعرف إن أنا بحبه. ما كنتش قايلة لحد، ولا الأخت ولا الماما ولا لأي حد، محدش كان يعرف، لأن ما ينفعش أروح أقول إن أنا بحب شاب واحتبر جاري والكلام ده، وحبه من طرف واحد، يعني هو كده كده أصلا مش حاسس بيا. فبتقول فرحت لأختي لما جه خطبها. قالت حصلت مشاكل كتير ما بينها وبين خطيبها، ما بين أختها وبين خطيبها. بتقول حصلت مشاكل قبل الشبكة، وحصلت مشاكل كتير بعد الشبكة، بعد ما خطبها، يعني بعد ما قدم لها الشبكة وبعد ما لبستها والكلام ده. قالت جاب لها الشبكة اللي هي عايزاها، اللي هي اختارته وجابهولها. بس هي أختها ما كانش ميالة ليه. هي بتقول أختي ما كانش ميالة ليه، كان أي ما يقول لها على حاجة، بتقول أختي كان أي عريسة ما يقول لها على حاجة كانت على طول معارضة، اللي هو لأ، اللي هو حتى لو بيقول لها على حاجة صح لأ، اللي هو لو بيقول لها لما تيجي خارجة كلميني، اللي هو لأ مش من حقك، أنا أخرج وقت ما أنا عايزة، أنا بقول لبابا، أنا بقول لماما، أنت مش من حقك إن أنت تعرف. يعني لو خارجة مع أصحابها، لو خارجة مع حد من قرايبها، لو خارجة تتفسح، لو راحت تشتري حاجة، هو بيقول لها عرفيني، يعني ابقى عارف، ابقى عشان ابقى مطمن عليكي، ما اقلقش عليكي، اسال عليكي الكلام ده، اشوفك خرجتي رجعتي، ابقى انا مطمن، ما تفاجئش ان انت خرجت ورحت وجيتي. مره تقول له ماشي وما تعملش، ومره تتخانق معاه.
دي آية اللي بتقول الكلام ده. بتقول كتير حصلت مشاكل ما بينهم وبين بعض، وبتقول انا اللي كنت بصالحهم على طول على بعض. وقالت كذا مرة حصلت مشاكل، يعني مش مشكلة، بتقول مشاكل، وكانوا هيسيبوا بعض برضو. بتقول وانا اللي كنت برجعهم لبعض. بتقول كنت بقعد اكلم اختي، ده ابن حلال، ده كويس جدا، مش هتلاقي حد زيه، ده كفاية ان هو بيحبك، كفاية ان هو شريكي، كفاية ان هو ما بيقولكيش على حاجة لا، وكفاية ان حتى لما بتقولوا له انا مش هقولك ان انا خارجة ولا الكلام ده، بيتكلم معاكي بالراحة، ما بيزعقش ما بيتخانقش. بتقول كنت بقعد اقول لاختي كده لو اي حد تاني هيتخانق معاك ويعملها مشكلة. هو كان بيقعد يقول لها بس عرفيني عشان ابقى مطمن عليكي. بقول لها لو حد تاني مش هيسكت، هيتخانق، هيقولك لا طبعا من حقي. مش من حقي ازاي؟ بتقول بس هو كان بيسكت، كان بيقول لها بس انا عايزه اطمن عليكي مش اكتر. بتقول لي على طول كنت بصالحهم على بعض، وعلى طول اختي كانت متعجرفه معاه لانها مش بتحبه، يعني كانت ما مش هاممها بمعنى اصح، يعني سابته عادي، فضلت معاه عادي، اللي هو اهم حاجه عندها تعمل اللي هي عايزاه وتمشي اللي في دماغها حتى لو غلط. يعني هي عايزه تفرض سيطرتها عليه حتى لو اللي هي بتعمله غلط. بتقولي حسيت ان هي بتكره في نفسها في عريسها، لان كل حاجة تقول عليها لأ. بتقول حتى لو جاب لها هدية بيبقى جايب لها حاجات كويسة جدا وغالية جدا، وتمسكها كأنها حاجة ملهاش اي قيمة. يعني حتى كلمة شكرا ولا الكلام دوت ولا ربنا يخليك ليا ولا كده ما كانش بتقولها لعريسها، اللي هي كأنها حاجات ملهاش قيمة او حاجات ما رخيصة او كده. بتقول هو كان بيلاحظ بس كان بيسكت، كان بيقول لها الحاجة اللي مش تعجبكيش انا غيرها، او تعالي وهات اللي انت عايزاه. بتقول لي كان كويس معاها لانه كان بيحبها. بتقول لي مرة على مرة بيتصالحهم مع بعض، ويكلمني في التليفون ويقول لي يعني انت عاجبك اللي اختك بتعمله؟ اكلمه واقول له لا طبعا مش عاجبني، بس معلش استحملها، هي بتحبك بتدلع عليك. أه اللي هو الكلام ده. بتقول لي انا بعامله خلاص من ساعة ما خطب اختي. صاحبة القصة بتقول ان هي من ساعة ما خطب اختها بتعامله كأنه اخوها، خلاص مفيش حاجة من ناحيتها ليه جواها، هو اخوها بقى خطيب اختها. تقول يعني بقى اخويا. بتقول بقى يكلمها في التليفون اللي هو انت عاجبك اختك اللي بتعمله؟ تقول لا طبعا مش عاجبني، انا هكلمها وانا اتكلمت معاها وهي قالت انا غلطانه وهي قالت انا هتاسف له والكلام ده. هي بتقول لخطيب اختها كده ان اختها قالت ان هي هتتاسف له، هتتاسف لعريسها يعني والكلام ده. وطبعا اختها ما بيحصلش منها الكلام ده. هي بتقول اختي ما كانش بيحصل منها الكلام ده، تقول انا عايزه الطف الجو ما بينهم وبين بعض لان شايفاه ان هو شاريها وبيحبها، مع ان اختي مش بتحبه بس هو شاريها وبيحبها. بتقول لي بعد اكلم اختي وكلمتها كتير تقول لي مالكيش دعوه وخرجي نفسك من الموضوع. وتقول لي كتير قوي كلمتها وكل ما اكلمها تقول لي خرجي نفسك من الموضوع، خرجي نفسك من الموضوع. بتقول لي ومره ابعد ومره اتدخل لما الاقي الدنيا هتبوظ منهم، تقول لي اتدخل. حتى ماما بتكلمها تقول لها اسمعي كلام اختك، اختك ما بتكلمكش في الغلط، اختك بتكلمك في الصح، انت اللي بتعمليه مع خطيبك غلط. هو لو صبر عليكي، ماما بتقول لها كده، هي بتقول ماما بتقول لها كده، هو لو صبر عليكي مش هيفضل صبر عليكي كتير. ماما بتقول لها مش هيفضل صبر عليكي كتير، فحاولي تحسني من نفسك معاه. بتقول لي حتى ماما قالت لها حاولي تحسني من نفسك معاه، حاولي تخليكي كويسة معاه علشان ما يزهقش منك ويسيبك. قالت لي ماما قالت لها كده باللفظ، قالت لها هيزهق منك وهيسيبك. حاولي تخلي نفسك كويسة معاه وعامليه احسن من كده. بتقول لي ما بتسمع ماما، ما بتردش عليها، ما بتردش على ماما ولا بتقول لها اي حاجة، ولا بتقول لها حاضر ولا بتقول لها لا، اللي هي بتسمع وتسكت. معايا انا بتقول لي خرجي نفسك مالكيش دعوة. بتقول بضطر اسكت،
مرة اتدخل ومرة لأ. بتقول من كتر المشاكل اللي حصلت ما بينها وبين خطيبها كل شوية بيقعد يكلمني، يا اما بيكلم ماما يا اما بيكلمني، بس كلامه معايا انا اكتر، اللي هو مش عايز يزعل ماما منها، مش عايز هي بتقول كده ان عريس اختها مش عايز يخلي مامتها تزعل منها. يعني كل ما يشتكي لها يقول لها عم تعمل معايا كذا ولا كذا، قالت مش عايز يعمل مشكلة ما بين اختي وبين امي، فبقى يكلمني انا. بتقول لي بدأت الحكاية انه هو بعد ما كان بيشتكي من اختي بدأ يقرب مني. آية بتقول بعد ما كان بيقعد يشتكي من اختي بدأ يقرب مني. بتقول الاول بدأ يقول لي، آية بتقول بدأ يقول لها ليه اختك مش زيك، ليه اختك مش في نفس طبعك، يا ريت اختك كانت عاقلة زيك، يا ريت اختك كانت في نفس العقل اللي انت فيه، ولا في نفس الجمال اللي انت فيه. بتقول انا مش جميلة، هي اجمل مني، بس هو يقصد جمال الروح او جمال القلب، انا مش عارفة. بقيت اسمع واسكت. قلت له بالعكس، ده هي اجمل مني واحسن مني بكتير. قال لي الموضوع مش موضوع جمال. بتقول هو قال لي الموضوع مش موضوع جمال، قال انا اتشديت الاول لجمالها، اختك حلوة وانا اتشديت لجمالها، لكن ما كنتش فاكر ان هي بالاخلاق دي. بتقول انا اختي اخلاقها مش وحشة، بس اختي عشان مش بتحبه ومش قادرة، او علشان كانت رافضاه. بتقول انا مش عارفة، يعني احنا قلنا ان هي تحب بعد الخطوبة والكلام دوت، ما فيش، اللي هو بالنسبة لها عادي. يعني هي بتقول انا لما بقعد اكلم اختي والكلام ده تقول لي خرجي نفسك مالكيش دعوة وكده، واقول لها هيسيبك هيروح لغيرك في احلى منك كتير، تقول لي عادي اللي هو عايز يعمله، انا كده كده اصلا مش فارق معايا. يعني انا اختي قالت لي كده فعلا باللفظ، لما بقول لها يا بنتي ده عريس كويس، وكفايه ان هو بيحبك، وكفايه ان هو زي ما ماما قالت لك مش هيخليكي شايله هم حاجه، واللي هتعوزيه كله هيكون تحت امرك. قالت لي عادي يشوف اللي هو عايزه، انا كده كده اصلا ما بحبوش. ده اختي اللي قالت لي الكلام ده. قالت لي وسكت، ما رضيتش اقول لماما حاجه، ما هو ماما عارفه ان هي مش بتحبه، ما هو ماما هي اللي قالت لها خديها تعيشي عيشه مرتاحه، حتى لو مش بتحبيه دلوقتي هتحبيه بعد كده. بس للاسف هي اختي ما حبتهوش، ما قدرتش تحبه او رافضه انها تحبه. بتقول انا ما اعرفش، او في حد تاني في دماغها، حد تاني في حياتها، انا مش عارفه. واختي ما بتتكلمش في حاجه، ما بتقولش مثلا على سر ليها، ما بتطلعش اللي جواها، مفيش الكلام ده. آية بتقول من كتر كلامنا مع بعض هي وعريس اختها، بتقول الشدلي بقى كل ما يتكلم معايا يقول لي بس لو كانت اختك زيك، لو كانت اختك في نفس العقل اللي انت فيه. اقول له ربنا يهديها، ده والله هي احسن مني، والله هي احسن مني بكتير، بس انتوا لسه ما خدتوش على بعض، لسه ما عرفتوش بعض كده. اصبر عليها وان شاء الله مع العشرة والايام والكلام ده، وانت بس خدها بالمحايلة، خدها بالمسايسة. هي اصلها دلوعة شوية، انا عشان الكبيرة يعني ما اتدلعت زيها، ممكن واخدة الامور بجد، ممكن فاهمة الحياة عنها. بتقول مع ان الفرق ما بيننا مش كتير، يعني 4 سنين ما بينه وما بينها. بتقول بس قعدت اقول له كده لان فعلا هي مش وحشة، هي كويسة، بس هي مش قادرة تحبه، فعشان كده مش فارق معاها. هي عشان خاطر مش بتحبه مش فارق معاها. ما هي اللي بتحب حد بتعمل اي حاجة عشانه، ده آية اللي بتقول كده. آية بتقول ما هي لو بتحبه هتعمل اي حاجة عشانه. آية بتقول بقى يقعد يكلمها الكلام ده اللي هو لو في عقلك لو كده. بتقول لي بقى تأثر في الكلام معاه، حتى ساعات كان بيتصل عليا ما كنتش برضه اكلمه، علشان خاطر ما نفتحش مواضيع مع بعض، وهو بدأ يكلمني وفيها اوقات كتير ما كانش بيجيب فيها سيرة اختي، ولا اختك عاملة ولا اختك مش عاملة ولا اختك لا فيه لا كذا ولا كذا ولا الكلام ده. قالت بطل يشتكي، بقى كلامه معايا اللي هو يضحك معايا يهزر معايا ازيك انت عاملة ايه اخبارك ايه، اللي هو كده. بيفتح معايا كلام اللي هو
اخبارك، ليه ما اتخطبتش دلوقتي، ليه ما اتجوزتيش، انت ما شاء الله عليكي انت كده. بتقول لحد ما في يوم من الايام بيكلمني، بتقول طبعا فترة الخطوبة كان عدى عليها حوالي سنة، بتقول الكلام دوت ما حصلش كده في يوم وليلة. ايه، بتقول الكلام ده ما حصلش في يوم وليلة، قالت الخطوبة كان عدى عليها سنة او اكتر من سنة. بتقولوا ما فيش حاجة معطلهم عن الجواز، هو واختي ما فيش حاجة تعطلهم، بس اختي هي اللي معطلة الدنيا. كل ما يقعد يحدد ميعاد للجواز تقول لا لسه انا ما خلصتش حاجتي، انا لسه ورايا حاجات كتير قوي. يعني هو كان على استعداد ان هو يتجوز بعد ما خطب اختي، كان على استعداد يتجوزها بعدها بشهرين 3، بس اختي هي اللي بتأجل. كل ما نفتح لها سيرة الجواز وان احنا عايزين نعمل الفرح وخلاص بقى والكلام ده، تقول انا لسه ما خلصتش حاجتي، انا لسه قدامي حاجات كتير. بتقول طبعا مع كتر الكلام مع بعض انا وعريس اختي وكده، بتقول بدأ يخش في كلام تاني، بدأ ساب موضوع وموضوع اختي اللي هي مشاكله مع اختي والكلام ده، وبدأ انت ما اتجوزتيش ليه، ما اتخطبتيش ليه، انت ما شاء الله عليكي، انت مش عارفة ايه الكلام ده. بتقول له كل ده وانا ما حدش يعرف ان انا كنت بحبه، بس مع كتر كلامه معايا يعني فتح الباب اللي انا كنت قفلته. انا خلاص كان من ساعة ما خطب اختي انا اعتبرت ان هو اخويا، بس لقيته بيقرب مني، حسيت بحنيته، يعني حسيت قد إيه هو حنين، حسيت قد ايه ان هو يعني انسان ما يتعوضش لاي واحدة، مش لاختي بس، بتقول لاي واحدة هو فعلا ما يتعوضش. بتقول بدأ يكلمها ويقول لها على مشاعره من ناحيتها، قال لها ما اعرفش، انا لما بكلمك بحس بحاجات غريبة انا مش بحسها مع اختك وانا بكلمها. بتقول بقت اقول له طب بلاش الكلام ده، الكلام ده وفره لعروستك، واخد الموضوع بضحك وهزار. بتقول هزرت مرة واتنين وتلاتة وعدت الموضوع بهزار وضحك والكلام ده، وكان بيتصل عليا ما كنتش برضه ارد عليه، ولما كان يقول لي ما بتردش عليا ليه اقول له معلش كنت مشغولة مع ماما، كنت بره، كنتش فاضية، مش سامعة التليفون، اللي هو الكلام ده. بتقول لي فضل لما بقى يصمم ان هو يكلمني، بتقول كان بيكلمها وعبر لها عن مشاعره، وقال لها ان هو غلط لما جه خطب اختها، هو كان لازم يخطبها هي. قال لها انت فيه فرق كبير ما بينك وبين اختك. بتقول لي بيقول لي انت الانسانه اللي اي حد يتمناها، يعني قالت لي بيقول لي كلام خلاني انا مبقتش عارفه ارد عليه، وانا اصلا من الاول بحبه. قلت له انا مش عارفه اعمل ايه، يعني فتح باب انا كنت قفلته، وما قدرتش اقول له ان انا من الاول بحبه، ما قدرتش اقول له على اي حاجه. يعني حتى هو ما من بعد ما بتقول آية، من بعد ما قال لها ان هو بيحبها او ان هو بيحس بمشاعر من ناحيتها مش زي مشاعره مع اختها، بيقول لها مشاعر حب، بيقول لها انا ما حسش مع اختك بالكلام ده، انا اختك على طول قفلاني، اختك على طول صداني، انا اختك ما حسيتش معاها باي احساس من الاحاسيس اللي انا بحسها معاكي. قال لها انا معاكي مش عايز ابطل كلام، انا معاك انا عايز افضل اكلمك 24 ساعه. قال لها اختك بتقفلني، انا بتكلم معاها 10 دقايق بتخنق منها. بتقول لي بيقول لي كده ان انا بتخنق من اختك وانا بكلمها، لو كلمتها 10 دقايق انا بتخنق منها. بتقول لي بيقعد يقول لي انا معاك انا عايز اكلمك 24 ساعه، انا مش عايز اقفل التليفون معاكي، مش عايز اقفل السكه معاكي. قلت له مبقتش عارفه اقول له ايه، ومشاعري رجعت زي الاول واكتر، مشاعري اللي انا كنت قفلت عليها ومرضيش ابينها ولا اقول عليها لاي حد رجعت زي الاول واكتر بعد ما قال لي ان هو بيحبني. بتقول لي قالها لي صراحه، انا بحبك، انا عايزك انتي، انا كنت غلطان لما جيت خطبت اختك، انا ما اخترت الصح، انا اختياري كان غلط من الاول.
وانا ما اقدرش استغنى عنك وما اقدرش ابعد عنك. بتقول هو بيقول لها كده، بيقول لآية الكلام ده، ان هو صراحة قال لها. تقول لي قال لي بصراحة انا اخترت غلط، لما جيت خطبت اختك انا خطبت غلط، انا كان المفروض اخطبك انتي، انا المفروض كنت اخدك انتي. بتقول لي بقى يعيط في التليفون ويقول لي انا ما اقدرش اعيش من غيرك. لما قالت له بتقول لي انا قلت له ما ينفعش اللي انت بتقوله ده، ما ينفعش. انت عارف يعني ايه اللي انت بتقوله؟ انت عارف يعني ايه تبقى خاطب اختي بتيجي تقول لي انا بحبك؟ قال لها عارف الموضوع صعب بس غصب عني، مشاعري مش بايدي. اي بيقول لي مشاعري انا مش بايدي. بتقول لي زي ما انا كمان مشاعري مش بايدي. بتقول لي انا مش عارفه اعمل ايه. اي بتقول لي انا مش عارفه اعمل ايه. يعني الانسان الوحيد اللي انا حبيته في حياتي لما جه قال لي انا بحبك وقال لي انا عايزك انت تبقى معايا مش عايز حد تاني، كان خاطب اخت ساعتها. وما عرفش وما حبنيش الا لما خطب اختي. لما خطب اختي واتعامل معايا حبني، بس بعد ايه؟ بعد ما خطب اختي. تقول لي انا مش عارفه اعمل ايه، هو مش قادر يبعد عني. تقول لي بيقعد يعيط في التليفون يقول لي انا مش قادر ابعد عنك لانه عايز يفسخ خطوبته مع اختي. بيقول لي انا مش هقدر اكمل معاها. بيقول لي اختك ما بتحبنيش. يعني هو فضل لما قال لي انا حاسس ان اختك مش بتحبني، انا حاسس ان اختك مغصوبه عليا. قلت له لا طبعا. بتقول من الاول، من قبل ما تحصل المشاعر اللي ما بيننا والكلام ده، او هو يقول لي انا بحبك ومشاعره حصل اللي حصل معاه واللي بان وكده. قال لي اختك مغصوبه عليا، حد غصبها عليا؟ قلت له لا طبعا. انت بتتكلم ازاي؟ قال لها لا مش حاسس من ناحيتها باي حاجه. قلت له لما كنت بعد اصالحهم على بعض والكلام ده، قال لي مش حاسس من ناحيتها باي حاجه. قال لي لا حاسس ان هي بتحبني ولا حاسس ان هي خايفه عليا ولا حتى بيهمها زعلي. بيقول انا اختك حتى لما بزعل منها ولا اي حاجه حتى هي بتكون غلطانه ما بتجيش تكلمني وتاسف لي ولا الكلام ده، مش هاممها حاجه. دلوقتي بتقول انا مش عارفه اعمل ايه. هو بيقول لي انا كده كده هسيب اختك، انا مش قادره اكمل معاها. هو بيقول لي وما اقدرش استغنى عنك، انا لو سبتك ابقى خسرت دنيتي وخسرت كل حاجه. يا ريت لي الكلمه اللي انا مستنياها اسمعها ليا اكتر من سنتين 3، ما سمحتهاش الا بعد ما خطب اختي. انا مش عارفه اعمل ايه. قالت لي ولحد دلوقت انا مش قادره اقول له ان انا بحبك من قبل ما تيجي تخطب اختي، ودلوقتي بعد هو ما حبني انا مش قادره احترف له بحبي. يعني انا مش عارفه اعمل ايه. يعني مش عارفه والله يا آية، وانا كمان مش عارفه. انا مش عارفه اقولك ايه. يعني الانسان الوحيد يا آية اللي انت حبيتيه جه خطب اختك، اتشد لجمالها، مكانش يعرف طبعها. يعني حتى انا متهيألي يا آية لو كان يعرف طبعها برضو كان هيخطبها، لان هو عجبه الشكل. هو عجبه شكل اختك، بنت حلوة امورة زي ما بتقولي. هو عجبه الشكل فراح للشكل، راح للجمال، ما دورش على الطبع. ما دورش على الطبع الحلو، ما دورش على الاخلاق الحلوة الكلام ده. انت بتقولي ان اختك طبعها مش وحش بس هي مش بتحبه. ما دي آية برضو حاجة مش بايدينا. ما دي آية حاجة مش بايد اي حد، لا بايد الولد ولا بايد البنت ولا ست ولا راجل. ان انت تحب اللي معاك او تكرهيه ده حاجة مش بايدك. ممكن يكون بيحبك حب ما حدش حبه لحد قبل كده، بس هي مش بتحبه، هي ما بتحبوش، ودي حاجة مش بإيديها. وهنا اللي غلطان في الموضوع ده مامتك لما غصبتها. هي من الأول رفضت أختك. أنا مش قادرة برضو أغلط أختك، يعني أختك اللي اتخطبت أنا مش قادرة أغلطها، لأن مامتك هي اللي غصبت عليها، أو مامتك هي اللي ملت دماغها بحاجات. يعني عمر الفلوس أو عمر المال ما هيعوض الحب.
مفيش واحدة هتعيش مع واحد عشان خاطر فلوسه او عشان خاطر حياته مرتاحة او حياته المادية كويسة من غير حب. مفيش حاجة بتعوض حاجة. من امتى الفلوس بتعوض الحب؟ من امتى الفلوس بتغطي على الحب؟ من امتى الفلوس بتخلي الواحد يعيش مرتاح؟ عمر الفلوس ما خلت حد عاش مرتاح، بالذات لو انت عايشة مع حد غصب عنك، بالذات في الجواز. في الجواز بالذات ما ينفعش. ما ينفعش ان انا اخد واحد عشان خاطر فلوسه. ما ينفعش ان انا اخد واحد عشان خاطر هعيش مرتاحة بس مش هشيل هم حاجة. ما ينفعش ان انا اخد واحد علشان خاطر اي حاجة هطلبها الاقيها موجودة قدامي. ما ينفعش. قبل كل ده لازم أن يبقى فيه الرضا، يبقى فيه الحب، يبقى فيه القبول ما بين الاتنين. ما ينفعش. مامتك يا آية غلطانة عشان غصبت عليها، اختك غصب عنها. مامتك ملت دماغها بالعيشة المرتاحة وكل حاجة هتبقى مباحة ليها والأيام الحلوة والأيام الورد والكلام ده. ما فكرتش إن بنتها هتعيش من غير حب أو ما تعيش. مش فارق مع مامتك إنها تحبه أو ما تحبوش، المهم إن هي هتاخد واحد هيعيش عيشة كويسة. وهو بص لحلاوتها، بص لجمالها، لكن لما اتعامل معاها ما استحملش. او لما شافكوا انتوا الاتنين مع بعض، شاف الفرق اللي بينكوا وبين بعض، شافك انت ما شاء الله عاقلة كاملة رزينة بتفكري، عارفة ايه الصح وايه الغلط، عارفة ايه اللي ممكن تقولي عليه او تقولي عليه لأ. لكن اختك علشان مش بتحبه انت بتقولي كل حاجة لأ، بتقول حتى لو غلط بتقوله لأ. انت بتقولي ان عمر اختك موافقته على رأيي ابدا، غلط صح المهم ان هي تعارضه وتقوله لأ، وهو كان بيسكت عشان بيحبها او عشان معجب بجمالها. لكن لما اتعامل معاكي شاف الانسان اللي هتريحه. لما قرب منك واتكلم معاكي وانت اكتر واحدة كنت عارفة مشاكلهم واكتر واحدة بتصلحيهم، فهو غصب عنه حبك زي ما انت بتحبيه. بس للأسف يا آية ما ينفعش. ما ينفعش حتى لو اختك مش بتحبه. حتى لو اختك مش بتحبه يا آية مش هينفع ان انت ترتبطي بحد كان خاطب اختك. اختك على طول هتفتكر ان انت خدت عريسها منها. مش هتقولي ان انا ما بحبوش، لا، هتقولك انت خدتيه مني. ما هي ما سابتهوش. هي ما سابتهوش بعد كل ده. هي بعد كل يعني على قد المشاكل اللي حصلت وعلى قد كل حاجة حصلت ما بينهم وبين بعض، خناق ومشاكل والكلام ده، هي ما كانش سابته. ما قالتلوش انا مش عايزاك برضو. هي لسه مرتبطة بيه، لكن هو اللي عايز يسيبها. تفرق كتير. لو كانت هي اللي سابته ما كانش هتزعل لو حصل نصيب واتخطبتوا لبعض او اتجوزتوا انتوا وهو. لكن هنا هو اللي سايبها، فهتبقى في حاجة من جواها ليكي وليه برضو. لا هتكون طايقة ان هو يبقى معاكي، ولا حابة ان هو يبقى معاكي، ولا هتنساها، وهتكون دايما حاطة في دماغها وهتفكرك بها على طول ان انت خدت خطيبي مني، ان انت كنت بتصالحيني عشان خاطر تاخديه. بقى مش هتقولك بقى انت بتصالحيني على بعض، هتقولك انت كنت بتصالحيني عشان تقربي منه، عشان توريه قد ايه ان انت العاقله، ان انت الكامله، وانا المجنونه، وانا الشعنونه، وانا اللي ما تعاشرش والكلام ده. وهتطلع العيب كله عندك. مش هي ما بتحبوش، بس هتطلع الغلط عليكي عشان هو اللي سايبها. لكن لو كانت هي اللي سابته كانت عادي، ما كانش هيفرق معاها عشان هي اللي سابته. لان اختك متكبره، اختك متعجرفه، اختك ما بتحبش الا نفسها. بدليل ان انت كنت بتقعدي تكلميها بتقولك مالكيش دعوه، خرجي نفسك. ما كانتش بتسمع لك يا آية، ما كانتش بتسمع لك ولا بتاخد بنصيحتك لانها مش عايزاه. بس لو انت اتخطبتي، لا، هتبقى انت اللي خدت خطيبي، انت اللي خدت عريسي، انت اللي استكترتيه عليا. انت كنت بتكلميني وبتكلميه عشان تقربي منه، مش عشان خاطر تصالحيهم، لا، عشان خاطر انت تقربي منه. وانا بقول لخطيب اختك
ما توقعش ما بين الاختين مع بعض، ما توقعش ما بينهم وبين بعض، ما تكونش انت سبب زعلهم طول العمر. حتى لو حصل نصيب ما بينك وبين خطيب اختك وكان من نصيبك، عمر اختك ما هتنساها، هتفضل دايما حاطه في دماغها ان هو ده اللي كان هيبقى جوزها وانت خدتيه منها، هو ده اللي كان خطيبها وانت اللي خدتيه منها، هو ده اللي كان هيعيشها سعيده ومبسوطه وانت خدتيه منها. ده بالذات كمان لو خدت حد على قد حاله، يعني لو حبت حد على قد حاله، لو حبت حد ما عايشاش في نفس المستوى اللي انت هتبقى عايشه فيه مع خطيبها الاولاني، دايما هتفتكر هتقولك كان زماني انا اللي مكانك دلوقتي، كان زماني انا اللي عايشه عيشتك دلوقتي. مش هتقول بقى انا كنت متعجرفه ولا متسلطه ولا مش بحبه ولا مش فارق معايا، لا، على طول دايما هتكون فاكراها حتى لو ما قالتهاش قدامك، هتبقى حاطه في دماغها وحاطه جواها ومش طايقاكي. انا بقول لك بصراحه، ومش طايقاكي ولا طايقاه ان انت العيشه والعز اللي انت فيه يا ايه، ان هي كانت ممكن تبقى مكانك او هي كانت المفروض تبقى مكانك وانت اللي خدت عريسه منها. مش هتقدروا تبصوا في وش بعض، او لو بصيتوا حتى في وش بعض هتبقى حاجات كده من ورا القلوب كده، مش حاجات من جوه القلب. مش اللي هو شفت اختك باشتياق وشافتك باشتياق وقعدتوا مع بعض حكيتي بقى عن جوزك وهي حكت عن جوزها، ده لو الامور يعني طبيعيه زي اي حد. لو انت كنت متجوزه واحد غير اللي هو متقدم لها والكلام ده، انت تقعدي تحكي عن مشاكلك وتحكي عن جوزك وهي تحكي عن مشاكلها وتحكي عن جوزها زي ما اي اتنين اخوات بيتكلموا مع بعض. لكن عمرك يا آية لو اتجوزتي خطيب اختك، عمرك ما هتقدري تجيبي سيرته قدامها، لا هتقدري تقولي لا مزعلني ولا مفرحني. ما انت هتتكلمي مع اختك على ايه؟ على واحد كان هيبقى جوزها؟ هتتكلمي معاها على واحد كان خطيبها؟ هتتكلمي معاها على واحد كنت انت اللي بتصلحيهم على بعض وجيتي في الاخر انت اللي جوزتيه؟ عمرك يا آية ما هتقدري تفتحي مواضيع مع اختك، لا بحلو ولا بوحش. فبلاش يا آية، نصيحة مني، اقفلي على قلبك زي ما كنت قافلة، وان شاء الله ربنا هيعوض عليكي عشان خاطر ما تخسريش اختك، لان اختك مش هتتعوض. وجايز برضو ربنا يكرمك باللي تحبيه اكتر من اللي كان متقدم لاختك. ان شاء الله يا حبيبتي ربنا هيعوض عليك، بس ما تخسريش اختك، تخسريش اختك يا آية. هو مش ذنبك ان انت حبيتيه ولا ذنبه ان هو حبك، لكن يا آية مش هينفع ان انت تاخدي حد كان متقدم لاختك وهو اللي سابها، لانها دايما هتفضل فاكرة ان انت خدتيه منها. وبقول لخطيب اختك ما تفرقش ما بين الاختين مع بعض، ما تفرقش ما بين الاختين مع بعض، مش هينفع اللي انت عايزه، يعني انت تكون متقدم بواحدة وتخطب اختها وتسيب اللي انت خاطبها وتاخد اختها، مش هينفع. اتمنى لك الخير يا حبيبة قلبي، اتمنى لك الخير وربنا يوفقك ان شاء الله، ربنا يوفقك مع اللي احسن منه ويستهلك، وما تكونش فيه مشاكل ما بينك وبين اختك بسبب اي حد. وما تنسونوش يا حبايبي بالاشتراك وباللايك، وصلوا على النبي عشان بالصلاة على النبي تطمئن قلوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.